الفترة الأخيرة سفاحين كتير جدا طلعوا ترند، من سفاح الجيزة لسفاح التجمع لسفاح المعادي، لكن عمرك سمعت عن سفاحة الخمسينات؟ في يوم من الأيام في سوق الحومدية في الجيزة، كان محمد هنداوي المزارع ماشي في السوق بيشتري شوية حاجات. عينه جت على بنت واقفة مع أخوها الصغير. البنت كانت جميلة ولابسة جلابية بسيطة وواقفة قدام كومة قطن بتبيعه مع أخوها. هنداوي ما شالش عينه من عليها، ومن غير ما يتردد قرب على أخوها وابتدى يسأله عن القطن اللي بيبيعوه، وبسرعة عرف منه إنها أخته وإنهم عايشين لوحدهم بعد ما أبوهم وأمهم اتوفوا. الكلام ده لمس قلب هنداوي وشاف في البنت إنها شايلة مسؤولية كبيرة، وده خلاه يقرر ياخد خطوة أكبر. ومن غير لف ودوران هنداوي بيقول لاخوها انه معجب بسعاد وعايز يتجوزها. اخوها كان متفاجئ، خصوصا انه عارف ان مفيش قدامهم اختيارات كتير، خصوصا ان اهلهم ميتين وان هم محتاجين اللي يسندهم. سأل سعاد عن رأيها وهي بخجل بصت لهنداوي لحظة ووافقت وهي مكسوفة، واتفقوا انهم هيتجوزوا قريب وان هنداوي هيشيله هو واخته في عينيه. ومن هنا بتبدأ القصة. وبعد مرور كام سنة على جوازهم، سواء زمان أو دلوقتي كالعادة، الحياة اللي كانت هادية بين سعاد وهنداوي ابتدت تتغير. أهل القرية ابتدوا يتكلموا على سعاد، وكلمة من هنا على كلمة من هنا الكلام ابتدى يوصل لهنداوي. في البداية حاول ما يسمعش، وكان بيقول لنفسه إن ده كلام ناس فاضية، ولكن الكلام ابتدى يزيد وابتدى يتضايق، وسمعة سعاد بقت على كل لسان. وهنداوي بدأ يراقب سعاد في الأول من بعيد من غير ما تحس، وكان بياخد باله من كل تصرفاتها الغريبة وخروجها من البيت. ولكن سعاد بتحس وبتقرر انها تاخد خطوة الاول. حاولت تحط له السم في الاكل، بس هنداوي فضل الاكل قدامه من غير ما يقرب منه، وبكده نجا من اول محاولة. تفتكروا ليه ما قربش للاكل؟ ممكن تكتبوا لنا ارائكم في الكومنتات. سعاد ما بتستسلمش وبتجرب تاني وبتفشل، لان هنداوي من كتر شكه فيها ما بقاش ياكل ولا يشرب من ايديها. وفي يوم بالليل وهنداوي نايم في البيت بتقرر انها تولع في البيت كله وتهرب، يمكن النار هي اللي تخلصها منه. وفضلت تتفرج على البيت وهو بيولع، ولكن زي كل مرة الحظ ما بيكونش معاها وهنداوي بينجى من النار، والجيران بتلحق البيت قبل ما بيولع كله وهي بتهرب. بعد كده بيقرر يروح هنداوي للعمدة ويحكي له كل حاجة، السم والنار، وان مفيش مجال للعودة. قرر هنداوي انه يطلقها بلا رجعة، انفد بحياتي بقى. والعمدة والقرية كلهم بقوا يدوروا عليها، انما سعاد ما كانش قدامها اختيار غير ان هي تسيب القرية وتاخد ولادها واخوها ويهربوا لمكان بعيد. ولكن المرة دي كانت ماشية بالذنوب والجرايم اللي هربت منها. وبعد ما سعاد هربت الحياة كانت صعبة عليها، فبدأت تشتغل في الخياطة وابتدت تجمع في الفلوس. ولما جمعت 40 جنيه قررت تشتري بيت صغير مكون من 3 أوض. عاشت سعاد واخوها وولادها في أوضتين، والأوضة الثالثة أجرتها لشاب غريب ظهر في القرية. والأمور بينه وبين سعاد بتتطور وبتحصل بينهم علاقة غير شرعية. ولكن أخوها الصغير بيلاحظ وبيحاول ينصحها، ولكن كل يوم الخناقات بينهم كانت بتزيد، لحد ما في يوم بيقول لها إنه هيروح الجيزة يحكي لاخوالهم عن اللي بيحصل. وفعلا بيختفي كام يوم وبيرجع بعدها وبيقول لسعاد انه حكى لهم كل حاجة وانهم عايزينها تروح لهم الجيزة. بتحس سعاد ان الامور بتخرج من ايديها، وبعد كام يوم بيختفي اخوها، بس بيختفي للابد، والناس في القرية ما شافوهوش بعد كده ولا سمعوا عنه حاجة. سعاد كانت بتغيب كتير من شغلها، والجيران ابتدوا يشموا ريحة غريبة بتيجي من البيت عندها. في الأول لما الجيران سألوها قالت لهم أرانبها ماتوا في الجحر بتاعهم وده سبب الريحة. ولكن كل يوم الريحة كانت بتزيد، فواحد من الجيران راح للعمدة وحكاله عن الريحة دي. العمدة شك، خصوصا ان الريحة ما كانتش طبيعية، فبيقرر يتصل بضابط المباحث في أشمون. والملازم والعمدة بيروحوا بيت سعاد مع بعض، والريحة كانت واضحة جدا لدرجة ان هما اول ما وصلوا على الباب ما يقدروش يقفوا غير لما يغطوا مناخيرهم. بيقتحم الملازم عبد العزيز البيت وبيبتدي يفتش حوالين الغرفة، ولقوا ان الريحة جاية من الارض، فقعدوا يضربوا بالفاس في الارض لحد ما الارض اتفتحت قدامهم ولقوا فيها منظر مخيف. الجثة اللي كانت مدفونة وكانت متحللة ومتآكلة
كانت جثة أخو سعيد. وقفوا مش مصدقين، الجثة كانت عريانة تماما والدم اللي عليها كان متجمد. وبتقف سعيد وشها باهت وعينيها زايغة وما بتقولش أي حاجة، ولكن اللي كشف كل حاجة كان ابنها فتحي محمد هنداوي اللي كان واقف في ركن البيت مرعوب. فالملازم قرب منه عشان يطمنه وسأله، قاله ايه اللي حصل هنا ومين اللي في الأرض ده؟ الولد بص لأمه بخوف وقال بصوت مهزوز، اللي مدفون هنا يبقى خالي وأمي هي اللي قتلته. الملازم حاول يفضل هادي وهو بيتكلم مع الطفل وسأله ده حصل ازاي؟ بيرد الطفل وبيقول ان في رجال جم وكانوا بيتخانقوا مع امي، وبعد ما مشوا امي قتلته. الجملة دي كانت كفيلة ان هي تكشف كل حاجة. الملازم بص لسعاد اللي كانت لسه واقفة في مكانها وبيؤمر بالقبض عليها. وفي النهاية الجريمة دي كانت بشعة عن المجتمع في الوقت ده، واعتقد في اي وقت، وعشان كده الصحافة سمتها سفاحة الخمسينات. وفضلت القصة محفورة في دماغ الناس لحد ما اتحكم عليها بالإعدام، وده كان شيء طبيعي نتيجة لجريمتها اللي ما كانش ليها أي مبرر غير قسوة القلب. مستنيينكم في قصص جديدة ومستنيين تعليقاتكم في الكومنتات.